في يوم من الأيام في أرض صغيرة جواها ورود ملونة والزرع بيميل مع الهوا، كان عايش أرنوب صغير لونه أبيض واسمه مشمش. مشمش كان بيحب ينط ويلعب في الأرض طول النهار ويجري ويكتشف كل حتة فيها. كان ساعات يقف يبص على الطيور وهي بتطير عالي في السماء وجناحاتها بتتحرك بقوة في الهواء. في مرة مشمش كان قاعد تحت شجرة كبيرة فروعها طويلة وعريضة وضلتها بتحميه من الشمس السخنة. بص على السحاب وهو بيعدي في السماء ببطء وتخيل لو كان يقدر يطير معاها، وقال وهو بيتنهد: ياه لو كان عندي جناحات زي الطيور. وفجأة فراشة صغيرة بأجنحة ملونة عدت من جنبه وطارت فوق وردة قريبة منه. إزيك يا مشمش؟ انت بتفكر في ايه؟ قالت بصوت ناعم ومليان بهجة. نفسي أطير، قال مشمش وعينه بتلمع من الحماس. الفراشة ابتسمت وقالت: الطيران جميل، بس انت مش محتاج جناحات عشان تكون مميز. مشمش وشه كرمش من الزعل وقال: بس نفسي أطير حتى لو مرة واحدة. تاني يوم الصبح مشمش صحي بفكرة جامدة: هعمل جناحات بنفسي، قال وهو بينط من الفرحة. جمع شوية ورق كبير من الشجر، أطرافها كانت مبلولة من ندى الصبح، ولقى شوية عيدان رفيعة على الأرض وكمان شوية خيط جنبهم. دول حلوين قوي، قال وبدأ يربط الورق في دراعاته بالخيط. طلع على صخرة صغيرة جنب النهر والمية كانت بتجري فيها بهدوء. أخد نفس عميق وحرك جناحاته الورق بقوة ووش وقع في كومة عشب ناعم والورق طار حواليه. الجناحات دي منفعتش، قال مشمش وهو بينظف نفسه. وفجأة سمع صوت هادي وحكيم: عندك مشكلة يا أرنوب يا صغير؟ كانت البومة الحكيمة قاعدة على فرع فوق وعينها الكبيرة بتنور في ضوء الغروب. نفسي أطير بس وقعت، قال مشمش بحزن. البومة ابتسمت وقالت: مش كلنا اتخلقنا عشان نطير، بس كل واحد فينا في حاجة مميزة. مشمش زعل وقال: بس ايه اللي مميز فيا؟ البومة ابتسمت وقالت: هتعرف، بس خليك دايما بتحاول. تاني يوم مشمش جاتله فكرة تانية، لقى شوية بالونات ملونة مربوطين في سور قريب منه. دي هتخليني أطير، قال وهو بيربط البالونات حوالين وسطه. يلا بينا لفوق، قال وهو بيترفع من على الأرض. مشمش فعلا حس شوية إنه بيطير، بس فجأة بوب 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 البالونات فرقعت واحدة ورا التانية ومشمش وقع في كومة زرع. يا خبر! ودانه نزلت من الزعل. السناجب كانوا قريبين منه وضحكوا: يا مشمش، انت مش حمامة عشان تطير، بس انت أسرع حيوان نعرفه. أسرع حيوان؟ السناجب قرروا يتسابقوا مع مشمش. جاهز؟ استعد، انطلاق! مشمش جري بكل سرعته، رجليه الصغيرة كانت بتتحرك بسرعة البرق. عدى الشجر العالي والورد الأصفر المنور وحتى السناجب سبقهم. ولما وصل لآخر السباق الكل شجعه: شاطر يا مشمش! السناجب قالوا وهم بيسقفوا بإيديهم الصغيرة. مشمش ابتسم وقال: يمكن مش بعرف أطير، بس بجري أسرع من أي حد. وفي آخر اليوم مشمش نام بالليل تحت السما حاسس بالفخر
السما كانت مليانة نجوم بتنور والقمر منور فوق. بص للطيور اللي بتطير فوق وهمس: مش لازم أطير، أنا مبسوط زي ما أنا. وفجأة الفراشة عدت تاني: شايف يا مشمش؟ لقيت الحاجة اللي بتميزك. مشمش ابتسم وقال: وكمان طلعت مش لازم أطير علشان أبقى مميز.